هجمه من مهاجم فتحنا سليمان كيرد الكره للمرشوح، كره في وسط الميدان الدفاع حمداني، كره عميقه من الى الجهه اليمنى، ولكن مهاجم فتح الناظور يفقد الكره ديالو. تعود الكره مره اخرى تدخل عنيف من طرف مدافع الجمعيه السلويه. من ايوب الى سليمان السقالي، ولكن التفاهم مفقود بين مرشوح وسليمان السقالي. الى ركنيه كتنفذ ركن سليمان السقالي، سليمان السقالي يقوم بالعمليات، ولكن الدفاع ديال الجمعيه كيتدخل مرة دوزومي، ولكن احمد كيخطف الكره محاذيه للمرمى، ضربه مرمى لفائده الجمعيه السلويه. كره سلويه، ولكن سليمان السقالي يلصق مدافع من الجمعيه السلويه، تعود الكره مره اخرى الى فتح الناظور. الكره الحارس كارابيلا، حيث حذر في صفوف فريق فتح الناظور المقابله صعبه بمثابه كره تسد الكره، ولكن لم تكمل بالنجاح. الكره السلويه في منطقه الدفاع، والخطا الحكم يعني على خطا فائده الجمعيه السلويه، ويقذف الخطا من تسلل حارس جمعيه السلا في منطقه، ولكن عشوائيه. صراحة لحد الآن اللقاء لم يبدأ كما هو، كل ما هناك حيث وحذر في صفوف الفريقين، سواء الجمعية السلوية أو فتح الناظور. ممنوع المغامرة، ممنوع أي جرأة، هناك فقط الآن معرفة ما في عقلية الآخر. هذا هو الشعار، هجمة، ولكن الدفاع يبعد الكرة، وتعود الكرة مرة أخرى إلى الجمعية السلوية الجهة اليسرى. الكرة عشوائية كتخرج، الكرة هجمة مضادة، ولكن بعيدة مباشرة إلى حارس الجمعية السلوية، حارس إلى مدافعي الأيسر. دائما الكرة للجمعية السلوية. الجمعية السلوية فضل عدم المغامرة وعدم المجازفة في هذا اللقاء. المدرب وهو حسين أشلة، اللاعب الجيش الملكي والدولي السابق للمنتخب المغربي. والآن تعود جانبية للجمعية السلوية. الجمعية السلوية يريد مباغتة فريق فتح الناظور، الكرة داخل مربع العمليات، ولكن الدفاع يتدخل. الكرة مازال، ولكن الكرة يعني مازال عند لاعبي الجمعية السلوية في وسط الميدان. الكرة جانبية ولكن عشوائية، وكتخرج ضربة مرمى لفائدة فريق فتح الناظور. سعيد بهلول أكيد بأنه فضل الحيطة والحذر وعدم المجازفة في هذا اللقاء. الكرة سلوية، لكن لم يتمكن من المرور. الكرة فتحية الآن، إسقاط تدخل بعمق كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. اللقاء 0 لمثله في بدايته، دائما محاولات محتسبة، ولكن فيها الحيطة والحذر من كلا الطرفين. الكرة على مسار مر بالعمليات لفريق فتح الناظور لكرة القدم. دائما عنصر المباغتة دائما. صراحة هذه فكرة وتوجه لدى الفريقين، سواء فتح الناظور أو الجمعية السلوية المتواجدين في المنطقة المكهربة. لحد الآن كل واحد يريد أن يتقدم عن الآخر لأجل الاطمئنان والصعود إلى المنطقة الآمنة. تسلل
الدقيقة 15 والركنية الأولى لفريق الجمعية السلوية. هل ستأتي بشيء؟ الركنية نفذت بطريقة خطيرة، كادت أن تأتي بهدف السبق لفريق الجمعية السلوية. الدفع الحكم لم يقل شيئا، وتعود الكرة مرة أخرى إلى الجمعية السلوية. مراوغات وتبادل الكرات تلو التبادل لأجل جلب لاعبي فريق فتح الناظور إلى وسط الميدان، ثم مباغتتهم. حمد مضاد داخل يمر بالعمليات خطيرة، كانت هذه اللقطة خطيرة. هجمة مضاد لفريق فتح الناظور، الكرة داخل يمر بالعمليات، ولكن الحارس الجمعية السلوية يتمكن من الكرة تعود، ولكن الخطأ الحكم يقول بأن هناك خطأ فائدة الجمعية السلوية. مسك الشلة مدرب الجمعية السلوية والتعليمات حسين الشلة اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والمدرب الحالي للجمعية السلوية. محاولة الصعود للجمعية السلوية، الكرة خاطئة من رأسية مهاجم رقم 9 للجمعية السلوية مباشرة إلى حسين إلى كاربيلا حارس فريق فتح الناظور أحمد مرشوح، ولكن التمريرة لم تكن موفقة بتاتا. محاولة أخرى جانبية للجمعية السلوية، ولكن تكلل بالنجاح بتاتا. وتعود الكرة مرة أخرى على مساره بالعمليات، قذف ولكن جانبية، خلف جانبية. الجمعية السلوية يغامر، الجمعية السلوية يتوهج الصحة صراحة في هذه الدقائق، تقريبا حدود دقة 20 من الجولة الأولى. صحوة فتحية في هذه الهجمة، الكرة الطويلة عن سليمان سقالي، ولكن سليمان سقالي، ولكن كان هناك خطأ، الحكم يعلن على خطأ، ولكن لفائدة الجمعية السلوية. النتيجة تبقى 0 لمثلين لحدود الدقة 21 من الجولة الأولى. محاولة أخرى والحكم لم يقل شيئا. استعادة الكرة سليمان السقالي أمام 3 مهاجمين، والدفاع السلوي يخرج الكرة إلى الشرط لفائدة سليمان السقالي، يعول عليه في اللقاء كثيرا، ولكن يخلي الكرة ديالو رقم 3 مدافع فريق فتح الناظور في منطقة الجمعية السلوية مرشوح، ولكن الكرة كتخرج ركنية. الحكم يقول ركنية لفائدة فريق فتح الناظور لكرة القدم. الركنية ينتظرها الفتحيون على أحر من الجمر لأجل إسكان الكرة في شباك الجمعية السلوية. هناك صراع مرير بين المدافعين والمهاجمين. مهاجمي فريق شاهدوا مهاجمي فريق فتح الناظور، الحكم قريب من اللقطة، يفك لغز هذا الاصطدام بين المهاجمين والمدافعين. ركنية، ولكن الحارس مع الكرة، ودعوا الكرة مرة أخرى فرصة، ولكن بعد الكرة بين رأسية مدافع الجمعية السلوية. الدفاع مدافع الجمعية السلوية أيضا بدوره يبعد الكرة بطريقة قوية، ولكن وتعود الكرة مرشوح إلى دفاع فريق فتح الناظور. كرة عميقة ولكن بدون اتجاه، الاتجاه هو إلى مدافعي فريق الجمعية السلوية. الشرط للجمعية السلوية سليمان السقالي، ولكن هل تمر، هل يتمكن، ولكن ليس هناك من يساعد سليمان السقالي، كان بعيدا عن اللقطة. ريعة جميلة، ولكن صراع كبير بين مدافعي الجمعية السلوية ومهاجمي فريق فتح الناظور. الشرط
لفريق فتح الناظور. ليس هناك أي مهاجم فتحي الكرة، صعبة على مهاجم، كرة طويلة وكتخرج الكرة، خرج الكرة وركنية أخرى لفريق فتح الناظور. ركنية بين فريق فتح الناظور الذي ينفذها ركنية وسليمان السقالي العائد. أتمنى أن يلسن عودته بتسجيل هدف في اللقاء الحاسم بين فريق الفتح والجمعية السلوية. الكرة عشوائية بدون اتجاه، هجمة فتحية تكلل بشيء. سليمان السقالي قصفة ولكن سهلة في بين يدي حارس الجمعية السلوية. مرتد هجومي في الجمعية السلوية، قريبا من الأمر العمليات خطيرة تشكل خطر، ولكن دفاع مستميت لحد الآن. الحكم كيرفع الراية ديالو، تسلل مع مضادة، لكن كان هناك دفاع متين تصدى لهذه الهجمة. الحكم يعلن عن ركنية لفائدة الجمعية السلوية لحد الآن إلى حدود الدقيقة 29 بين الجولة الأولى. دائما الصفر لمثل بين الفريقين، الجمعية السلوية وفتح الناظور في هذا اللقاء المهم والحساس برسم الجولة 25 ببطولة القسم الوطني هوات. صراحة الكل من هذين الفريقين يريدان النجاة والصعود إلى المنطقة الآمنة. الركنية نفذت بطريقة كرة الكول، ولكن تسلل. استعادة الكرة والحكم يعلن على خطأ لفائدة فريق فتح الناظور على عرقلة مهاجم فرق أول إنذار رقم 13. إنذار لمدافع الجمعية السلوية بعد عرقلته لمهاجم فريق فتح الناظور. الدقيقة 33 من الجولة الأولى. الخطأ فتحي، هناك لاعبين مرشوح لاعب آخر فهما من يتكلفان، ولكن لا نعرف من يتكلف بقذف الكرة مباشرة إلى شباك الجمعية السلوية، ولكن تقريبا يعني فوق بسنتيمترات على القائمة العلوي لمرمى الجمعية السلوية، وتبقى النتيجة دائما 0 لمثله. هجمة جانبية للجمعية السلوية، ولكن مباشرة الحارس كاربيلا لكي يتألق في الدقائق الجولة الأولى. مرشوح إلى سليمان السقالي. هجمة سليمان السقالي، جوج مراوغات من المهاري سليمان السقالي. الكرة تعود إلى فتح الناظور بسرعة جانبية. جاء اليمنى يمر بالعملية. شوفوا الفرحة. هجمة أخرى يبارك على سليمان السقالي جانبية. هدف نسيب دائما يبارك سليمان السقالي داخل مرمى كانت مرة في الكرة، أعتقد إلى رضا ديواني كان الهدف الثاني. الكرة الآن والامتياز لفريق الجمعية السلوية المتأخر بهدف ل0. كرة رأسية فتحية جميلة جدا
الفتح الشاطئ الناظوري ديواري المحاصر رأسية رائعة جميلة جدا. كرة عالية ولكن رأسية المدافع جمال سلامة تعود إلى مرشوح. جميلة جدا من مرشوح، جميلة جدا من أحمد مرشوح. الوسط يتعلق في هذا اللقاء صراحة جميل جدا تصاعدي لفريق فتح الناظور، هدف لصفر. وقبل قليل كما شفنا كاد فريق فتح الناظور يضيف الهدف الثاني. صحوة لفريق فتح الناظور كرة القدم. أعتقد بأن المقابلة مفتوحة الآن على مصر وأداء تقني تصاعدي لفريق فتح الناظور، أداء جميل جدا ورائع، لأن الكتيبة الفتحية بطبيعة الحال في المقابلة حساسة، المقابلة مصيرية بمثابة مقابلة السد، لابد من الانتصار لأجل الاطمئنان على مستقبل فريق فتح الناظور. الكرات بين لاعبي فريق فتح الناظور كارابيلا، أداء جميل جدا. شوف يعني تبع الكرات، قصف الكرة تشجيعات من هذا الجمهور القليل. رضا ديوان يبحث عن الكرة، مرشوح لكن الكرة الآن مرتزمة لفائدة الجمعية السلوية جانبية. سليمان السقالي ولكن الكرة ديالو ما كتمرش. سليمان السقالي استعاد قوته، استعاد توهجه مع مرور دقائق اللقاء، فهو اللاعب النشيط بمعية أحمد مرشوح، لاعبين متميزين في جو فريق فتح الناظور. قبل حوالي 2 أو 3 ديال الدقائق الحكم سيعلن على نهاية الجولة الأولى. نحن الآن في الدقة 43، أكيد أن هناك وقت ضائع، ولكن الأداء فهو متميز رائع للكتيبة الفتحية. إذن في خلاصة هذا اللقاء المصير والمهم بين فتح الناظور والجمعية السلوية. فتح الناظور يحمد الألف وهو متقدم بهدف لصفر، هدف رائع جميل جدا كما كيتقال بالدرجة. هذا الهدف هو مخدوم بطريقة تقنية رائعة، لأن الجمعية السلوية يريد المبادرة اقتناص التعديل، ولكن الحارس كارابيلا كان بالمرصاد في هذه الدقائق الأخيرة. بطبيعة الحال الحيطة والحذر وكذلك الصحوة والتوهج، العناصر فكلها موجودة في هذا اللقاء. صراحة الحصار مضروب على رضا ديوان المعروف بأنه مهاجم خطير. الكرة تعود إلى دفاع الجمعية السلوية المنهزم الآن بهدف لصفر، ولكنه الآن يريد العودة في اللقاء. المباراة الآن جانبية للجمعية السلوية، خطيرة ولكن كان قبض على الكرة ديالو، انقذاض الحارس كارابيلا على الكرة ديالو. ارتد هجومي للجمعية السلوية أجل التعديل، لكن لدفاع فريق فتح الناظور له كلمته. ضربة مرمى في الدقائق الأخيرة أو الأنفاس الأخيرة من الجولة الأولى. هجمة مضادة خطيرة دخل بالعملية سقوط لاعبين على الكرة، والحكم كيعلن على رمية جزاء. في الأنفاس الأخيرة. صراحة الأنفاس الأخيرة هي التي تشكل الخطورة على فريق فتح الناظور لكرة القدم. أعتقد بأن المدرب الجمعية فهو فارح، هذا هو أسلة اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي، واللي هو مدرب الجمعية السلوية في هذا اللقاء. مدرب الجمعية السلوية الحكم الرابع ينبه أسلة والطاقم التقني. أو ركلة جزاء للجمعية السلوية، كيسجلوا ركلة جزاء
تنفذ بنجاح هدف لمثله 1-1 لحد الآن في الأنفاس الأخيرة. هذا هو الشيء الصعب. اللقاء ويعود إلى 0. هدف لمثله بين الفريقين. هناك وقت بدل الضائع. سليمان السقالي يقتنص الركنية. سليمان السقالي الأنفاس الأخيرة. بالأنفاس الأخيرة الجمعية السلوية يقتنص التعادل بفعل ركلة جزاء. الآن ركنية لسليمان السقالي. أعتقد بأنه ليس هناك وقت آخر، وبعد وزير علينا الحكم على نهاية اللقاء أكيد، ولكن رأسية المدافع الحكم كيعلن على نهاية الجولة الأولى بالتعادل. هدف لمثله بين الفريقين. الجولة الأولى تنتهي بالتعادل، هدف لمثله بين الفريقين، الجمعية السلوية وفتح الناظور لكرة القدم. إجمال لفريق الهلال الخطأ لفائدة فريق فتح الناظور. تدخل عنيف. حمراء البطاقة الثانية لمهاجم الجمعية السلوية. تدخل عنيف في حق مهاجم فريق فتح الناظور لكرة القدم. فرصة ثمينة جدا. الأشبال سعيد مهلوا لأجل التعديل، فهم الآن منهزمون متأخرون بهدفين لهدف. الجولة الأولى انتهت متعادلة، هدف لمثله، ثم الهدف الثاني للجمعية السلوية إثر خطأ في الدفاع. الآن فرصة ثمينة لأجل التعديل. سبيل للفتح الناظر أجل التعديل، ولكن رؤوس مدافعي الجمعية السلوية كانت حذرة وتصدت لهذه الهجمة. فرصة أخرى من علي دخمر بالعمليات. فرصة ودعو الكرة مرة أخرى. سليمان سقالي ضيعة ركنية أخرى. الفتح منهزمة بهدفين لهدف. فرصة كرة رأسية ديال مدافع الجمعية السلوية سليمان السقالي. الحكم كيقول والو. هجمة مضادة وتعود الكرة الدفاع. فتح الناظر يفعل مرشوح الحارس كاربيلا. عشوائي مباشرة الحارس حارس الجمعية السلوية، وتفاعل رضا الديوان. كيطلع كيدير زيادة العددية لأن شمرة الكرة الآن للجمعية السلوية أداء جيد، والآن متقدمون بجوج أهداف لهدف. تعود بالكرة لفريق فتح الناظور. ريعة جميلة جدا. ليلى فورسو هكذا كتضيع هذه المحاولة الفتحية. كتبقى النتيجة دائما 2-1. كانت هناك فرصة التعديل، لكن كتبقى النتيجة استعادة الكرة لفريق سليمان السقالي إلى ليبيا. سليمان السقالي إلى يساق. شرط لفتح الناظور في هذه الفترة الحساسة، فهم الآن متأخرون ب2-1. خطأ جانبي لفتح الناظور أجل التعديل، البحث عن التعديل بعد التعديل، ولكن مباشرة إلى الحارس. قذفة بدون تفكير، قذفة عشوائية بدون أن يميز اللاعب إلى أين يقذف. كرة فتحية
يرجع الكرة للدفاع. وهذه كرة بين مدافعي فتح الناظور أحمد مرشوح. كرة فتحية جانبية على فرصة على فرصة كتضيع على فرصة كتضيع على فرصة كتضيع. هدف جديد، هدف التعادل، هدف جديد، هدف التعادل ديال ياسين أختيب اللي كيدخل ياسين أختيب هو اللي كيسجل الهدف. رائعة من ياسين أختيب، هدف التعادل، هدف التعادل. زوز صراحة أداء جميل جدا وذكاء من هذا اللاعب اللي هو مفتاح الخير لفريق فتح الناظور لفتح عميق. فرصة ولكن المهاجمين فريق بعيد عن الكرة. مرشوح كيتألق بشكل لافت في هذا اللقاء. يساعد الكرة للجمعية السنوية لفريق فتح الناظور رضا ديوان وأحمد مرشوح. كفى رضا ديوان ولكن الكرة عالية. محاولة فتحي إضافة الهدف الثاني. أكيد فتح الناظور الذي استمر على هذا النهج سوف يسجل الهدف الثاني. فلحد الآن المقابلة متعادلة، جوز فالمنازل من فريق الناظور ثم إيقاف التعادل. اللاعب لم يكن محظوظا شاهد دفاع الجمعية السنوية، دفاع نشيط متكتل واقف الند للند. الخطأ كاد أن يكلف كثيرا لكربي. محاولة فتحية ولكن ما كيعتبر واحد أحمد مرشوح. الكرة عشوائية بدون تركيز بدون هدف كتجي مباشرة ولكن ساعة الكرة للفتح. الكرة عالية ولكن لابد من الكثافة العددية من زيادة عدد المهاجمين المنطقة داخل العمليات الجمعية السنوية. كانت فرصة لكن هناك تغيير مرتقب لفتح الناظور. فتحية خرج الكرة ولكن الكرة فين والمهاجمين فين؟ الكرة داخل مربع يدافع ريزة ولكن يعني أنه المهاجم فريق حلو كيتحكم في الكرة ديالو. الكرة برد وسلام عند الحارس الجمعية السنوية. هنا مرتد الفريق فتح الناظور. رضا ديوان كانت الكرة السابقة هكذا كتضيع هذه الفرصة. فرصة أخيرة فتح الناظور لتمكن تسجيل الهدف. برافو هردوا. محاولة أخيرة لفريق فتح الناظور. فاطين عارفين انك كبار ركنية بالكرة في الأنفاس الأخيرة في التمريرات لفريق فتح الناظور. يجب أن يكون سريعا في الهجوم ديالو. طويلة داخل مربع العمليات كتجي الكرة ولكن يجب الإسراع في التمرير كذلك الهجومات. باص حمد طويلة عميقة ولكن محاصر ياسين قتيب. فرصة أحمد مرشوح رقم 24 خرج رائعة جميلة جدا ولكن دفاع متكتل ديال الجمعية السنوية.
هجمة مرتدة للجمعية السلوية، خطيرة 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 خطيرة. العاب العاب لكن زين الناظور الكرة صراحة يجب الإسراع كما أسلفت الذكر في الهجومات جوز عميقة. ايوه أخيرا لفريق الناظور ما بقي الا اشتبالي يا سيدي احمد يا احمد مرشح أحمد مرشح والمكلف بنفيذ يا احمد أحمد مرشح، ولكن مباشرة بين يدي الحارس واحد كلار. ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة وفي الدقيقة رمية جزاء. وبعد رمية جزاء الحكم بطبيعة الحال سيعلن عن نهاية اللقاء في الوقت بدل الضائع أو الأنفاس الأخيرة من اللقاء. ضربة جزاء لفائدة فريق فتح الناظور بعد لمس الكرة. مدافع الجمعية السلوية حكم الوسط يستشير هكذا. ما زال ما زال هنا في مدينة الناظور، ما زال الحكم بعدما أن قرر رمية جزاء يقول بأنه لا ركلة جزاء. ماذا يحصل هنا؟ التحكيم صراحة وصمة عار هنا في اللقاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. الحكم يعلن على رمية ركلة جزاء، ولكن بعدما أن نادى عليه حكم الشرط يتراجع ويقول بأنه ليس هناك ركلة جزاء. احتجاجات هنا صراحة، احتجاجات هنا في الملعب البلدي بالناظور. كارثة وأي كارثة هنا، الكارثة هنا في الملعب البلدي بالناظور. الكارثة. حكم اللقاء يتراجع بعدما أن أعلن عن رمية جزاء. الكرة وضعت في نقطة الجزاء ثم نادى عليه حكم الشرط وتراجع، ولا نعرف ماذا حدث بينهما. ثم تراجع عن رمية جزاء. النتيجة هدفين لمثلهما، ما كاين لا فار لا والو، ولكن صراحة التحكيم صراحة ما كان عليه أن يقوم. ليس هناك لا فار ولا هناك صورة ولا فيديو، هناك فقط بث مباشر. احتجاجات المكونات اللاعبين الفتحيين على الحكم. احتجاجات كما تشاهدون لاعبي فتح الناظور على الحكم الذي رفض ركلة جزاء. هو من أعلن بنفسه ورفضها بنفسه. ليس هناك أي داع لكي يرفض هذه الركلة. كارثة صراحة، كارثة وأي كارثة هنا بالملعب البلدي بالناظور في مقابلة فتح الناظور أمام الجمعية السلوية. الحكم أعلن عن ركلة جزاء. احتجاجات للمكونات فتح الناظور. شاهدوا احتجاجات كبيرة. برعدة يحتج صراحة احتجاجات عميقة، احتجاجات كبيرة. حكم الشرط وحكم الوسط تمكم الحكام الشفارة الطاقم التحكيمي أعلن عن ركلة جزاء.
الشكر الله يعطى سنة صراحة ما زال ما زال هنا بالملعب البلدي بالناظور الشفارة ما زال كبيرة في الهوات الله في ينعل الدورة 25 بين الجمعية السنوية هذا هو الحكم الذي رفض ركلة جزاء. هذا هو الحكم عصبة بني ملال خليفرة. شوف الدوري يحتاجات كبيرة وعميقة، وكذلك عند الباب الكل يحتاج جميع المكونات من جماهير، وكذلك جماهير ولاعبين كلها تحتاج على هذا الحكم. يستأنف اللقاء بعد مسألة المسألة التي حدثت هنا في الملعب. شوف السلطة تسري لحماية احتجاجات على الحكم بعد نهاية اللقاء، احتجاجات كبيرة على الحكم.